البنسل تول زي ما قلنا عايزين نشتغل بيها، بنعمل ايه؟ بنرسم بيها عادي زي اي قلم اهو. بس طبعا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا كنت عامله ستروك كبير قوي، فانا هقلل الستروك بتاعي شويه. ماشي، اخليه ايه؟ اخليه 2، انا مش عايزاه كبير قوي كده خلاص. وابتدي ارسم برضو. انا مثلا رسمت بالبنسل تول الجزء ده، اقدر البنسل تول فيها ميزه، اقدر ارجع واعدل الحته دي، فاهمين؟ اقدر برضو اجي هنا واعدل، انعم يعني، فاهمين ازاي؟ اقدر افضل ارجع واعدل وهكذا. طيب عايزين نكمل بقيه الرسمه، نرسم بقيه القلب ونيجي نعمل كده، فاهميني ازاي؟ طيب انا عايزه اعدل الاعدادات بتاعه البنسل تول بتاعتي، اقدر اعمل دبل كليك عليها، هتديني ايه؟ القايمه دي او البانل دي هتديني ان انا اقول له فيزر ولا سموز، يعني انا عايزه اخليها ناعمه سموز قوي ولا فيزر خشنه، فتديني نقط كتير نقط كتير. فطبعا لا، انا مش عايزه النقط كتير عشان عايزه الرسمه بتاعتي تطلع مظبوطه من اول مره على قد ما اقدر. بس انا برضو ما بحبش اعملها سموز قوي عشان بتبقى بتقلل النقط قوي، فممكن تعمل لي مشكله في الرسم، فخليها ايه كده يعني معقوله، فاهمني ازاي؟ هنا بيقول لي فيل نيو بنسل ستروك، لا يعني بصوا سيبكم منها دي، لان لما بتيجي تعملها بيقول لك ايه؟ فيل باللون يعني، فاحنا مش ده اللي يهمنا دلوقتي. احنا اللي يهمنا بقى حاجتين، ان احنا نقول له كيب سيلكتد، يعني دي لازم تكون موجوده علشان انا عايزه السلكشن بتاعي يبان شكله عامل ازاي، تمام؟ عشان لما اجي احب الونه اغيره فلازم يكون ظاهر قدامي. وان انا اقول له كلوز باس وين اند ار ويز ان، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اقول له اقفل لي الباس بتاعي لما انا ايه برسم. دي ممكن على فكره احتاج ان انا افتحها، يعني لو انا برسم رسمه هوريكم زي الرسمه اللي هنرسمها، ممكن اقول له لا انا مش عايزه اقفل الباس بتاعي، فدي هوريكم امتى بنفتحها وامتى بنقفلها مع الوقت. خلينا بس ايه نقول اوكي دلوقتي، مش مهم الحاجات دي دلوقتي، ونقول له اوكي ونبتدي بقى نرسم على كده. نعدل بقى الرسمه بتاعتنا. طبعا اللي حصل ان انا كاني رسمت فوق الرسمه بتاعتي، فانا اعمل كنترول زد وانا مش عايزه ارسم فوقيها، انا هاجي اقف على النقطه واعدل عليها. فلازم تكون واقف على النقطه كويس عشان تعدل عليها، ولازم تكون كمان عامل عليها ايه؟ سيلكشن، يعني محددها. ماشي، يعني النقطه ظاهره لي اهي وانا ابتدي اعدل، بس طبعا عشان اشوف اقلل شويه ايه؟ اصغر شويه. طب لو انا عايزه اعدل احسن من كده هبتدي ايه؟ هاجي ممكن بالايه؟ عندنا اداه اسمها سموز بنسل، يعني نعم لي البنسل اللي انا رسماها دي اهي، هيبتدي يقلل النقط بتاعتي ويظبط القلب ايه براحته. طيب انا مش عاجبني برضو شكل القلب برضو قوي، وعايزه اخلي القلب ايه؟ من هنا يصغر او من هنا يكبر، فانا ممكن اعدل بالايه؟ بالبنسل تول تاني، وابتدي اجي اقول له ايه؟ لا كبر لي شويه الجزئيه دي، فاهمين ازاي؟ تفضلوا تعدلوا بقى، كبر لي الجزئيه دي، فهمتوا؟ هتفضلوا بقى تعدلوا كده. طب عايز تصغر الجزئيه هنا، لا ممكن نعمل كده، نيجي على النقطه دي نقول له صغر لي شويه. فانتوا ايه؟ هتفضلوا تدربوا ايديكم عليها، لما يحصل كده تعملوا كنترول زد، لان احيانا ما بتبقوش واقفين على النقطه فبيبتدي يمسح ايه اللي انتوا عملتوه. برضو هنا بالاداه اسمها باس اريسر. باس اريسر دي يعني انا اقول له امسح لي الجزئيه دي، ماشي، واجي بقى اقول له ايه؟ طب انا عايزه ارسمها تاني، اجي مثلا بالبنسل تول واقول له لا ارسم لي الجزئيه دي، ارسم لي دي. طب انا مثلا عايزه اقول له خليهم ايه؟ جوين، يعني ضمهم لي على بعض. فهمتوا ازاي؟ بيبقى بايه؟ بالاداه اللي اسمها جوين ايه؟ تول، يعني ضم لي الاتنين دول على بعض. فهمتوا الفكره؟ طيب اقدر كمان ان انا اعمل له سيلكشن كده وابتدي الون القلب ده بان انا اختار الفيل بتاعه من هنا، اختار الفيل من هنا، اظبطه تاني لو عايزه برضو عادي جدا، الغي كمان الستروك لو مش عاوزاه، بس انا عايزه لسه اظبط مثلا في الجزئيه دي.
بالسموث تول وابتدي اظبط كده. فتعالوا بس مثلا ايه، تعالوا بقى نرسم بقى السلحفاه اللي احنا كنا ناويين نرسمها، الكلام هيوضح اكتر. هظهر بقى السلحفاه بتاعتي دي، وتعالوا ايه نشوفها. نقف على لاير 2 ونبتدي نجيب البنسل تول بتاعتنا وايه، خلينا نشيل الفل دلوقتي، احنا مش عايزينه يعمل فل، احنا عايزين نرسم من غير ما نعمل ايه، من غير ما نعمل اي فل. طبعا اختصار البنسل تول لازم تحفظوه يا جماعه عشان انتوا هتستخدموها كتير جدا. بما انكم بترسموا هتعملوا حرف ال N من الايه، من الكيبورد على طول. تمام. والموف تول عشان بنستخدمها برضو اللي هي السلكشن هنا تول، بنضغط عند الفي من الكيبورد، عشان انا ساعات بستخدم الموف تول وانا بستخدم البنسل تول مع بعض. تمام. فانا برسم كده. طبعا لو انتوا بتستخدموا الواكوم هيبقى سهل عليكم، لو بتستخدموا الماوس شويه شويه هتتعودوا. تعالوا نقلل طبعا الايه، الستروك بتاعنا، نخليه واحد كده احسن، ونبتدي نرسم. طبعا عندنا لو انا مثلا رسمت الحته دي في السلحفاه من اول مره تمام، ما رسمتهاش من اول مره، اقدر زي ما علمتكم ان انا ايه، اعدل مثلا النقطه دي من هنا لهنا اهي، مثلا عايزه اجي كده شويه. فهمتوا ازاي؟ ابتدي ايه اعدل. تمام. عجبتني كده تمام، ابتدي اخش على الحته اللي بعدها. لو انا مثلا واقفه كده اهو وابتديت ارسم وجيت ارسم هنا تاني، هيبتدي يفتكر ان انا قصدي اعدل فهيبوظ لي الدنيا. فانا اعمل ايه، كنترول زد وابتدي اقف بالكيبورد من الكنترول واقول له ايه، كليك على اي حته فاضيه علشان ابتدي ارسم براحتي هنا تاني اهو، فمش هيحصل لي اي مشكله. فهمتوا ازاي؟ حتى لو قربت كمان من الخط اللي هو عامله اهو مش هيعدل عليه ولا هيعمل لي اي مشاكل. فهمتوا ازاي؟ طيب فانا دلوقتي مثلا هبتدي ارسم من اول هنا كده وامشي امشي امشي. عايزه بقى انا مش شايفه الحته دي اعمل ايه، اسيب واجي بالايه، بالسبيس او بالمسافه من الايه، من الكيبورد، وابتدي اعدل على اللي انا عملته ده اهو. هي ميزه البنسل تول بتعدل براحتك بعد كده. علامه الناقص اللي بتظهر لك دي معناها ايه، علامه الناقص اللي معناها ان ممكن تكمل رسم بنفس البيس، مش بس جديد، يعني مش خط جديد، بنفس الخط. طبعا وانا برسم انا بعدل على طول، لقيت حته معوجه بعدلها على قد ما اقدر، يعني بعدل ايدي. طبعا بنعمل زوم علشان ايه، نعرف نشوف احنا بنعمل ايه، ونعمل ايه كنترول ونقف على اي حته، نعمل ده الكليك شمال وايه، نبتدي نرسم تاني. طيب فاكرين لما انا قلت لكم كلوز باز او مش كلوز، يعني إيه لو احنا جينا هنا دبل كليك وهنا كلوز باز ديت متاكتفه، دي لو مش متاكتفه وقلنا اوكي وجيت عملت دايره وانا عايزه الدايره دي تقفل، بصوا مش هترضى تقفل. ايه اللي حصل، مفتوحه برضو ليه، عشان انا مش عامله ان هو يقفل لي الدايره دي. فبالحاله دي لازم اعمل ايه، امسحها واعمل ايه، دبل كليك واقول له كلوز بيس. عرفتوا احنا بنستخدمها في ايه. فانا دلوقتي هبتدي ارسم الدايره وانا مطمنه ان هو هيقفلها لي. فهمتوا؟ جاي لي علامه الدايره اهي وايه، وراح قافلها. تعالوا نقف عند حته بره بالكنترول ونعمل كده علشان نبتدي نرسم الدايره اللي جوه. بصوا بقى الدايره اللي ظهرت لي دي بيقول لي اقفل لك الدايره، اقفلها لي لو سمحت. فهمتوا ازاي؟ طيب نقف برضو كنترول ونقف كده عشان نبتدي نيجي نرسم حاجه جديده. نرسم هنا مثلا، انا مطلوب مني ان انا ارسم السلحفه دي والونها، فانا مثلا عشان الونها لازم اكون قافله، عامله ايه، قافله كل حاجه عايزاها تكون بلون.
فلو انا عايزه الجزئيه دي بلون ودي بلون ودي بلون لازم اكون عامله ايه، قافله كل حاجه. هيبان دلوقتي عشان اوريكم الكلام ده. تعالوا بس نخلص الرسمه دي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. متنسوش الكنترول وتقوموا ايه بادئين، مثلا عايزين نرسم من هنا مثلا. طيب انا مثلا دلوقتي بصوا كده، شايفين الفراغات ديت، انا عايزه دول ينضموا للخط ده علشان لما اجي الون يرضى يلون لي ده لون وده لون. فاعمل ايه؟ بنيجي هنا بالايه، بالسلكشن تول ونقف كده. ماشي، بالافضل برضو ان احنا نعمل بالدايركت سلكشن تول. ليه؟ علشان انا عايزه اخد النقطه دي واكبرها شويه كاني بطولها، فاهميني ازاي؟ بشدها كده عليها ايه، فتيجي عليها. بصوا بس انا عايزه النقطه دي بس، فانا اعمل عليها دبل كليك واشد، هتاكد ان انا واقف عليها هي ايه، هي بس. وبعد كده عايزه اكمل بقى الرسم اللي انا كنت برسمه، اقف على البنسل تول وابتدي بالكنترول واحدد انا واقفه فين عشان ابتدي الاقي العلامه اللي هي علامه الناقص واكمل الرسم. طيب هتعمل لي هتتعوج مني، طب نعدلها. فهمتوا ازاي؟ نفضل نعدل كده. طبعا كل ما نتعود على الرسم كل ما ايدينا هتظبط من اول مره. انا طبعا برسم بالايه، بالماوس، فلو رسمنا بالواكم بيبقى ايه اسهل، وكل ما نوع الواكم بيبقى حديث كل ما بيسهل لنا الرسم لانه بيبقى حساس اكتر. بصوا انا المفروض ان انا هكمل لغايه هنا وبعدين اجي لغايه هنا وهكمل كده. فانا عايزه عشان ننجز الفيديو عايزه اوريكم الحته الصعبه في الرسمه، والباقي ايه انتوا هتعملوه هتكملوه عادي. هنيجي عند الدايره اللي في النص دي وهنعمل كده. عايزين تاخدوها على مره واحده وبعدين تظبطوها ماشي، عايزين ايه تاخدوا حته حته براحتكم. اهو مثلا عايزه اعدل على الحته دي، على الحته دي مثلا. طيب تعالوا طبعا هتكملوا لغايه هنا، وبعدين عايزين بقى تقولوا لي هنرسم الخطوط دي ازاي، نرسمها ازاي هوريكم. تقفوا ايه عند الكنترول وتقفوا كده وتيجوا عند بالبنسل تول وتبتدوا تقفوا كده وترسموا ايه كده، تعملوا خط اهو. عادي جدا لو احنا ايه مش ما عملناش بالكنترول دلوقتي عادي اهو. تمام، نيجي بقى نرسم الخط اللي هنا ده، نلزقه كده ونعمل كده ماشي. فكده ايه قدرنا ان احنا نرسم الخطوط وفي نفس الوقت ايه لازقه في الخط، بحيث ان احنا نبقى مقفلين بتاع الشغل بتاعنا عشان ايه لما نيجي نلون. طيب نمسك بالدايركت ايه سيلكشن تول ونظبط الايه الخطوط بتاعتنا بالشكل ده. لقينا الحته دي طالعه لا نرجعها، بس تاكدوا ان انتوا ايه واقفين على النقطه بس ماشي. دبل كليك على النقطه اهي، دبل كليك على النقطه ونرجع كده. انتوا هتظبطوا بقى شغلكم كده كله بحيث ان لما تيجوا تلونوا. طيب اجيب لكم بقى ايه واحده انا كنت يعني رسمها كلها عشان نلون ازاي. نبتدي ندخل على الصوره بتاعتنا اهي ماشي. انا اهي السلحفاه دي انا كنت زي ما انتم شايفين رسماها وعايزه الونها، فهقف طبعا عليها علشان عايزه الونها. هي دي اللي انا كنت شايفاها، بصوا اهي زي اللي احنا كنا لسه بنعملها. ودلوقتي انا ايه هبتدي اعمل عليها سيلكشن، بس لازم تاكدوا ان السيلكشن جاي على كله تمام. واعمل زوم. بصوا هو هنا ستروك لونه بني، عشان كده انتوا اكيد استغربتوا لما شفتوها هي مش سودا ليه، بس انا هخليها سودا الستروك يعني خليه اسود احسن تمام. وتعالوا مثلا ايه
نبتدي نلون ازاي؟ هنجيب اللايف بنت باكت، بنعرف الاول المسارات اللي عندنا ايه اللي هيتلون وايه اللي مقفول وايه اللي مش مقفول، عشان لو خدنا بالنا من حاجه مش مقفوله ساعتها نقدر نحلها قبل ما ما نلون. طيب زي ما انتم شايفين كده خلاص. هنيجي عند قائمه ويندو ونختار سويتشز من هنا، لو ما لقيتوهاش بتنزلوا بالسهم ده وهتلاقوها سويتشز. تمام، وهبتدي الون بيها، بس هي دلوقتي ما فيهاش غير اللونين دول. تعالوا نجيب الوان تانية، تعالوا نلون بالالوان دي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد اللون مثلا، عايزه اللون ده الون بيه، بس ده طلع غامق قوي. تعالوا نجيب افتح شويه، ناخد الغامق ده ونحطه هنا مثلا. احنا بناخد اللون ونلون يعني مش اكتر، فاهمني؟ مثلا عايزين نلونها مثلا بالشكل ده برضو، اهو مثلا بالشكل ده، هنا اللون الاخضر وهنا اللون البني، فتقدروا برضو تعملوا كده. انتوا بقى الالوان دي ايه بلعبتكم انتوا، تمام؟ بس انا حبيت اوريكم ازاي تلونوا. فانتوا ايه كل اللي عليكم ان انتوا هتجيبوا الرسمه بتاعتكم والبنت باكت وتختاروا اللون من هنا وتدوسوا مثلا على الحاجه اللي انتوا عاوزينها. فانا عايزه العين مثلا سودا اهي، اكبر عشان لما اجي الون ابقى عارفه انا بلون ايه. فانا عايزه العين مثلا اهي، وعايزه اللي جوه يكون لونه ابيض. ماشي، مثلا خليها اللون ده. خلي بالكم الكالرز دي انا جبتها من جوه السويتشز، في اللي هي شبه المكتبه دي اسمها ايه، باركو. يعني احفظوا اسم لو عجبكم السويتش دي عجبتكم احفظوا اسمها جايه منين. تمام، انا جايباها من الايه ارت هيست. ماشي، يعني انتوا برضو ايه يبقوا حافظين اني الوان اكتر بتعجبكم من القائمه دي عشان تعرفوا تجيبوها على طول. تمام. طيب تعالوا مثلا نلون هنا الراس مثلا. هي الراس هنا لونها ايه؟ اخضر. فتعالوا نختار اللون ده مثلا، بس ده اخضر فاتح قوي. طب لو انا مش عايزه الالوان دي مثلا، عايزه لون تاني، ممكن اجي من هنا عادي واختار لون اخضر شويه، وممكن ايه احطه كده. عايزه الاخضر اللي اغمق منه شويه عادي، اقدر اجي هنا برضو واغمق ايه، اقف عند حرف البي وابتدي اغمق شويه اللون وابتدي اختاره. فعندنا ايه اكتر من طريقه ان احنا نلون بيها، فاهمين ازاي؟ طيب حابين تلونوا الجزئيه دي برضو، عايزينها بلون غامق ولون فاتح، فمثلا نخلي الفاتح هنا ونخلي الغامق، ناخد الغامق ده. بس ما عجبناش مثلا، لا خلينا ايه نفضل نجرب كده ونشوف الالوان اللي تحبوها يعني. طيب عايزه مثلا اخد اللون ده عشان انا مش فاكره جبته منين مثلا، بس نخلي بالنا لو انا عايزه اخد لون لازم اطلع من السلكشن، يعني اقف في حته فاضيه وابتدي اجيب القطاره دي زي ما انتم شايفينها. دي اسمها ايه؟ اي دروبر تول. دي يعني زي القطاره كده، باخد منها اللون ده مثلا عشان عاجبني مثلا وانا عايزاه تاني يظهر لي هنا، فاجي على الايه اللايف بنت باكت وابتدي ارسم، قصدي الون اللون ده مثلا. فهمتوا؟ عايزه مثلا اخد اللون التاني اللي هو اللون ده، واجيب برضو اللايف بنت باكت. لازم تحفظوا يا جماعه ايه الاختصارات، حرف الكي من الكيبورد، وابتدي ادوس هنا. فهمتوا؟ فانتوا طبعا اتعلموا التلوين ده، اقعدوا تدربوا بقى عليه، واقعدوا تدربوا على الرسم في البنسل تول دي، وان شاء الله تعملوا واحده زيها بالظبط. وبعد تنسوش تعملوا زوم عشان ما تنسوش حته في الرسمه، يعني ان انتوا تنسوا تلونوا حته مثلا مش واخدين بالكم. طب عايزين بعد كده تلغوا حبيتوا تكبروا الستروك تصغروه، تقدروا ان انتوا تعملوا سيلكشن على الرسمه كلها، تقدروا تظبطوا الستروك من هنا. عايزين تكبروه تصغروه ماشي تمام. عايزين تختاروا اليونيفورم بتاعه من هنا ان انتوا تخلوها بالشكل ده، ان هي ما تكونش نازله دايركت قوي، من هنا براحتكم. طب تعالوا الرسمه اللي احنا لسه كنا بنرسمها، عايزه اوريكم حاجه مهمه. مثلا لو عملنا زوم قوي هتلاحظوا حاجه. بصوا هنا الخط جاي ازاي مربع، انا مش عايزاه مربع، انا عايزاه يديني ان هو مدور كده، جاي مدور شويه. فانا هدوس على الستروك ده العلامه دي واختار من هنا الايه، اختار من هنا الكاب بتاعي يكون اللي هو ايه راوند شويه ماشي. وهنا برضو اختار الايه الكورنر بتاعتي راوند، فبحيث ان تديني الشكل اللي انتوا شايفينه الراوند دوت.
بيبقى شكلها احلى في الايه في الرسومات. تمام. وابتدي اصغر كده وايه واكمل رسم لو انا حبيت. ماشي. عايزه اكبر زي ما انا قلت لكم، اغير الشكل من هنا فهتديني الشكل اللي انتوا شفتوه ده. طبعا عشان يبان تعالوا نكبر الستروك شويه. بصوا الستروك عامل ازاي، جاي على تخين على رفيع، فاهميني ازاي؟ فانتوا تختاروا الاشكال بقى اللي انتوا عايزينها من هنا. بعد ما تلونوها عايزين بقى تسيفوها، عايزين نسيفها، نعمل ايه؟ نجيب فايل ونختار يا اما نختار سيف از يا اما اكسبورت. فسيف از هتجيب لنا ايه؟ ان احنا نختار ان احنا نسيفها الستريتور، يعني زي ما هي الستريتور عشان حبينا نعدل عليها. ماشي. او الستريتور تمبلت اللي هي تمبلت اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بتبقى حاجه انا عايزه اشوفها او عايزه استخدم يعني ان انا ارسم عليها تاني. تمام. او بي دي اف. طبعا انتوا عارفين البي دي اف عشان اعرضها عندي كشغل بي دي اف ولا حاجه. الاس في جي عامله زي الجيبك، بس هي مش جيبك، هي بتتحط على لو عايزه احطها على موقع ولا على حاجه، بس عايزه اقدر اكبرها واصغرها داخل الموقع فما تفصلش معايا، فانا بختار الاس في جي ديت. فهمتوا ازاي؟ فطبعا هنا اللي انا كل اللي انا عاوزاه اصلا من الجزئيه دي حاجتين اللي بحتاجهم، ان انا اختار الاي اي اللي هي الستريتور زي دول، او ان انا اختار بي دي اف ان انا اعرضها على شغل بي دي اف اللي هو ايه اللي انتوا عارفينه، وبقول له سيف. تمام. لو عندي اكتر من ارت بورد بقول له ايه؟ طبعا يوز ارت بورد وبختار اول، يا اما بختار الرينج، يعني اكتب انا عايزه كام ارت بورد تظهر لي. تمام. في الجزئيه دي فاقول له سيف على كده لو انا عايزاها الستريتور. طب لو انا مش عاوزاها الستريتور وعاوزاها بي ان جي، انتوا طبعا اكيد قلتوا ايه ده، هي في انا لو عايزاها صوره هسجلها ازاي؟ عندنا اكسبورت هنا، يا اما اكسبورت از يا اما اكسبورت سيف فور ويب. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان اللي هي اكسبورت از هي هتجيب لي الشكل ده وهسميها وهقول له اختار لي جيبك زي ما انا قلت لكم من هنا، وبي ان جي لو عايزاها اللي هو ترانسبيرنت الخلفيه عندي شفافه. فانا طبعا عايزه الجيبك مثلا واقول له اكسبورت، حطها لي عند حرف الاي اللي هو الايه الديسك اي، واقول له اكسبورت يعني حطها خلاص. وطبعا يوز ارت بورد زي ما انا قلت لكم لو انا حاطه اكتر من ارت بورد وعايزه اسيبهم كلهم على انها جيبك صور يعني، فهيجيب لي كل الارت بورد الصور بتاعتها هتتحط لي هنا، وهختار اور يا اما هختار رينج واكتب له من هنا انا عايزه تجيب لي من 1 ل5. ماشي. يعني عايزه الصفحه 1 و2 و3 و4 و5. طب انا عامله 10 صفحات وعايزه ال5 صفحات الاولى، وعايزه كمان الصفحه اللي هي رقم 10، يبقى اقول له ايه؟ واديني الصفحه رقم 10. بعمل اللي هي علامه اللي هي كانها اهي زي ما انتم شايفينها دي، اللي هي شبه الواو دي اللي عند حرف الواو بالشيفت، واقول له ايه؟ رقم 10 كمان. ماشي. واقول له اكسبورت. طبعا انا قلت له اكسبورت دلوقتي هيقول لي انت بتقول ايه؟ انت اصلا مش عندك غير ارت بورت واحده، فاهمين ازاي؟ فانا بس حبيت اقول لكم الحته دي. ولكن دلوقتي خلينا نقول كده كده احنا عندنا ايه؟ هي ارت بورت واحده، فنقول له اكسبورت فهيسجلها لي على جيبك على ايه؟ على الاي بالشكل ده. تمام. اللي هو زي هتبقى صوره وهتبقى بالشكل السلحفه. طب ايه بقى سيف اكسبورت سيف فور ويب؟ دي ميزتها انا بحبها الصراحه عشان بتوريني الشغل بتاعي، لو انا في حاجه مش واخده بالي منها بتوريها لي. فانا بقول له هنا فيت اون سكرين، يعني وريني شكل الشغل بتاعي على السكرين هيبقى شكله عامل ازاي، فده هيبقى شكل الشغل بتاعي. طب لو انا عايزه اشوفه اكتر من كده بريفيو شويه، ان انا اقعد اقرب واعمل كده، فانا بشوف الشغل بتاعي قبل ما اطلعه، هل في عيوب، هل شكله حلو، هل شكله وحش، طيب هل انا غلطت في حاجه؟ فتمام. فيت اون سكرين وابتدي اقول له ايه من هنا؟ هقول له انا عايزاها جيبك من هنا، او بي ان جي. بي ان جي يعني ايه؟ قلنا بدون خلفيه. طبعا البي ان جي 8 بي ان جي 24 دي بتفرق في الالوان، يعني انا عدد الالوان تقريبا اللي انا مستخدماها قد ايه، انا مش عارفه هي ليها علاقه بالالوان ولا
ولا بالبيكسلز، بس اظن ان هي لها علاقه بالالوان. فاختاروا طبعا ال 24 فمعناها ان الجوده هتبقى اعلى يعني. فخلينا طبعا ده الكلام ده لو هتختاروا بي ان جي، لكن احنا دلوقتي هنختارها ايه جيبك، يعني هلاقي صوره تمام. وماكسيمم اللي هو طبعا زي ما انتوا عارفين ريزوليوشن يبقى عالي ولا يبقى قليل ولا يبقى ايه، فطبعا بعملها ماكسيمم اعلى حاجه. والكواليتي بتاعي 100% زي ما انا تمام. خلي بالكم بقى من حته مهمه قوي، احيانا البلور دي بتبصوا تلاقيها ايه معموله كده، فتبصوا تلاقيها مزغلله جدا، ايه ده تقول ايه ده هي مره عامله كده ليه؟ عشان انت البلور بتاعك لاعب فيه فيرجعه صفر زي ما كان. البلور ده لازم يكون ايه صفر، ما يكونش فيه اي زغلله، الا بقى لو انت حابب ان التصميم بتاعك يكون فيه بلور يعني. هنا دي الكولر ماب بعملها نون، يعني انا مش عايزه حاجه، هو زي ما موجود جيبهولي. طيب بس بقى ما بلعبش بقى في اي اعدادات هنا، وبقول له سيف. لما انا اعمل له سيف اهو هيقول لي عايز تسيفها فين، فانا اقول له سيفها لي هنا لو سمحت. فهتسيفها باسم مين؟ سيفها باسم مثلا مش عارف بلا 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 اي حاجه. هنا بيقول لي ايمج اونلي، يعني انت اصلا عايزه جيبك يعني صوره، اقول له لو سمحت سيف اوكي. هيقول لك الرساله دي هتقول له سيف اوكي. فهمتوا؟ فهتيجي عند الاي هتلاقيها موجوده اهي بالشكل ده اهي، جايه لي على اي صوره. فهمتوا ازاي؟ طيب ولو حابين يا جماعه ان انتوا مثلا تعملوا يعني مثلا عشان برضو دي هتحتاجوها زي ما انا احتاجتها، انا مثلا خلصت مثلا الرسمه بتاعتي خلصتها خالص وعايزه اسيبها عندي الستريتور، وبعد ما اخلصها عايزه اسيبها الونها واسيبها تاني زي ما انا عامله كده. بصوا انا مسيباها مره ملوناها ومره مش ملوناها. فهمتوا ازاي؟ يبقى انا اعمل كده ازاي مرتين؟ بصوا قبل ما نلون تعالوا نحفظها الاول، هنحفظها بجد ماشي، نحفظها على انها ايه سيف از اهي والستريتور، وعايزاها هنا وعايزاها ايه باسم واحد، هسميه ملف واحد اوكي، واقول له اوكي سيف تمام. طبعا اقول له اوكي. بعدين هاجي هلونها زي ما اتفقنا، الون الجزئيه دي مثلا. المره دي هعمل له سيف فايل واقول له سيف اكوبي، يعني انا عايزه نسخه مش عايزه سيف از، لا سيف اكوبي عشان النسخه دي ما يمسحليش النسخه الاولانيه اللي احنا عملناها. فسيف اكوبي واقول له المره دي انا اسميها رقم 2 عشان دي ملوناها ماشي، واقول له اوكي واقول له اوكي. تعالوا بقى نفتحهم هما الاتنين دول. فلو قفلت دول خالص اهي يس، انا عملت ايه دلوقتي؟ هقول له نو. دلوقتي انا قلت نو عشان ما يغيرش حاجه من اللي انا سيفته تمام. وتعالوا بقى نفتح الفايلات بتاعتنا دول ونزقهم هنا كده ماشي. هنا اللي انا كنت رسماها اهي ودي اللي كنت ملوناها، عرفتوا ازاي؟ يبقى مره نعمل سيف از ومره نعمل سيف از كوبي. خلاص طيب